السلام عليكم ورحمة الله. ظاهرة خطيرة وحالة استنفار يشهدها بعض أعضاء مجلس النواب هذه الأيام بعد إيقاف أحد منتسبيه، والذي تورط في قضية اعتداء بالعنف على أحد المواطنين بلغ بهم الأمر حد استدعاء وزيرة العدل ووزير الداخلية، ليس لمناقشة ما يفيد البلاد، وليس لدعم المؤسسة الأمنية في حربها ضد المحتكرين وعصابات المخدرات، وليس لدعم وزيرة العدل في حربها ضد الفساد، بل لمساءلة الوزيرين عن إيقاف النائب المعتدي بالعنف الجسدي واللفظي على أحد المواطنين. يبدو جليا أن بعض النواب وعددهم تقريبا في حدود 64 لم يستوعبوا بعد ولم يستخلصوا الدرس مما حدث للمجلس السابق، وعوض الانخراط في الصراع الدائر ضد الفساد والاحتكار، وعوض سن قوانين تنهض بالتعليم أو الصحة أو معيشة المواطن، خيروا عوض ذلك وفي سرعة البرق استغلال السلطة التي منحت لهم لهرسلة وزيرين يشهد الجميع أن أداءهم هو الأفضل خلال المدة الفارطة. في تقرير خطير ذكر الصحفي توفيق العوني بوجود مشاورات وحوارات عميقة قصد حل المكتب التنفيذي الحالي لاتحاد الشغل وإعلان تجميده حتى عقد مؤتمر استثنائي انتخابي يناقش لوائح نقابية وهيكلة الاتحاد وتعديل بعض المواقف، بالإضافة إلى انتخاب أمين عام جديد ومكتب تنفيذي جديد. كما ذكر نفس المصدر بأن معطيات تشير أن الفرقاء في الاتحاد يرون أولوية الخروج من الأزمة التي خلقها الطبوبي ومن معه، وثم فتح حوار بين الفاعلين صلب الاتحاد لإرجاع إشعاعه وطي صفحة التصادم مع الرئيس الحالي للجمهورية التونسية قيس سعيد والحكومة التي تم تعيينها، خاصة وأنها بصدد الذهاب للحوار الاجتماعي الأشهر المقبلة. يذكر هنا أن الإعلامي زياد الهاني قال في وقت سابق إن أيام نور الدين الطبوبي على رأس اتحاد الشغل معدودة، وأكد إمكانية إيقاف الطبوبي وبعض القيادات الحالية للاتحاد. قال النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس الشمالية طارق مهدي إن استمرار توافد المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء جعلهم يخلقون دولة داخل الدولة في صفاقس حسب وصفه. وأوضح طارق مهدي: الصمت على الوضع الحالي جعل من هؤلاء المهاجرين شبه أصحاب أرض، وأصبحت لديهم أعمال مشبوهة داخل المخيمات، مشيرا إلى أن هذا الوضع أدى إلى عودة الاشتباكات بينهم وبين أهالي صفاقس إلى الواجهة من جديد. ودعا النائب إلى ضرورة إيجاد حل جذري لترحيل المهاجرين الأفارقة من صفاقس إلى مكان بعيد عن مناطق العمران، وذلك في مكان معين يكون تحت إشراف الأمم المتحدة والقوات العسكرية التونسية، مشددا على أن أهالي صفاقس لم يعد بوسعهم تحمل تواجد المهاجرين هناك واستحواذهم على أراضيهم. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لوزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيدة ضرورة القطع مع الأساليب المعهودة التي لم تؤدي إلا إلى نتائج محدودة في مقاومة الاحتكار والمضاربة. وشدد سعيد على ضرورة القطع حتى مع مصطلح الحملات ذاته، لأن الأمر لا يمكن أن يقتصر على حملة أو اثنتين، بل بسياسة يجب أن تستمر دون انقطاع وفي كامل أنحاء الجمهورية وفق تعبيره. كما أكد وجوب القضاء نهائيا على المسالك التي توصف بأنها مسالك توزيع، في حين أنها شبكة إجرامية يتضرر منها الفلاحون والمواطنون على حد السواء، متابعا قوله: الفلاح يبيع بضاعته بأبخس الأثمان والمستهلك يقتنيها بأعلاها، والفارق الكبير بين الثمن الذي يبيع به المنتج والثمن الذي يدفعه المستهلك يكفي لوحده كدليل على فداحة هذا الإجرام الذي لا يمكن أن يستمر ولا يمكن أن يبقى دون جزاء. وذكر رئيس الجمهورية أن القانون يسمح لوزارة التجارة بالتسعير لتعديل الأسعار، ويرتب الآثار القانونية عن كل تجاوز لأي قرار في التسعير. كما أسدى تعليماته بتطهير الوزارة والديوان التونسي للتجارة
من كل من لا يتحمل المسؤولية على الوجه المطلوب. وقال إن الغلاء الفاحش للأسعار ومعاناة المواطنين لا يمكن أن تستمر، وأن الواجب يقتضي اتخاذ جملة من الإجراءات بسرعة، سواء في مستوى الإدارة المعنية أو ضد اللوبيات التي تتحكم في الأسعار أو تسحب بعض المواد فجأة، مضيفا أنها ظواهر تدل كلها على أن الأمر مدبر، وأن هناك من لا يقوم بدوره في مواجهتها والقضاء عليها.